حبايبي انا خلصت. بصوا الرز بالجمبري، وادي الجمبري المتحمص مقرمش وجميل جدا وطعمه تحفه، وادي الكشك. يا رب طريقتي تكون عجبتكم. دي طريقه مامتي، يا رب الطريقه تكون عجبتكم. ادخلوا شوفوها، ما تنسوش تشاهدوا الفيديو دقيقتين وتعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. يا رب طريقتي تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم أحلى وأغلى متابعين قناة فضفضة مع ماما جوجو؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا بخير وصحة وعافية. النهاردة ان شاء الله هنعمل كشك بالجمبري، وجمبري مقلي او محمر. لو سمحتوا تفضلتوا تكرمتوا، بلاش الكلمات المحظوره. ويا ريت قبل التعليق مشاهده او قبل التعليق وقبل الاشتراك مشاهده الفيديو على الاقل دقيقتين من فضلكم، ويكون التعليق على محتوى الفيديو. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل وتعملوا لي لايك. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. انا هنا معايا بصلايه كبيره متخيطه، جمبري صغير. هو الجمبري كان صغير فعشان كده هعمله كشك. جمبري، كمون، فلفل، شطة، ملح. هنا معلقة كبيرة صلصة، معلقتين دقيق. ده للجمبري اللي هيتعمل كشك. الجمبري اللي هيتقلى المقلي. طبعا الجمبري متقشر ومغسول ونضيف. هنحتاج ليمون، هنا كركم، ملح، كمون، بهارات، ثوم، فلفل اسمر. دي الخلطه اللي احنا محتاجينها، او البهارات اللي احنا محتاجينها للجمبري المقلي. هنحط الليمون عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. على الخلطه دي انا الاول هتبل الجمبري اللي هقليه، وبعدين نشتغل في الجمبري اللي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اسيب في التتبيله شويه عشان تاخد طعم البهارات والليمون والملح والكلام ده كله. حطيته في التتبيله كويس، وهسيبه بقى يقوم من وقت تاني كده اقلبه عشان كله يتشرب من بالتتبيله. ويلا بينا نعمل الكشك. هنا حطينا شويه زيت في النار، وهنا التومه هنخلطها مع بعض بالشطه بالكمون بالملح على بعضها. ده الكشك اللي احنا هنعمله. هنا يا حبيبي حطينا الزيت على النار. هنحط البصله كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والثومه انا قسمتها بالنص، خلطت كله على بعض، ثوم وكمون والشطه والملح، وهاخد نصها واخلي نصها. بدات تحمر اهي البصله، بس هي لسه ما احمرتش قوي. هناخد نصها ونشتغل على النص التاني. هي الاضاءه مبينه انها اتحمرت، لكن هي عشان البصله لونها احمر فمش باينه قوي. بصوا حبايبي اتحمرت. هاخد حته منها، اشيل حته منها. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل بقى، هي ما اتحرقتش، لونها كده حلو قوي. تمام. وهحط نص التومه، هاخد تشويحه كده مع البصل على مغطيه النار. نشم ريحه التومه طالعه ونحط الجمبري. هننزل بالجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه
ياخد تشويحه مع الثوم والبصله لغايه لما يدبل، وبعد كده نكون مجهزين الصلصه. حبايبي انا حطيت اهو خلاص، شايفين الدبل بقى قد ايه؟ صغنون خالص. هحط بقى الصلصه تتسبك. نحط الصلصه تتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عامله كتير، هو طبق واحد اللي انا عاملاه، فعشان كده الصلصه شويه تتسبك وبعدين نشوف نعمل ايه. بدات تغلي حبايبي، هنزل ببقيه التومه اللي انا كنت ايه واخداها. بقيه التوم بالكمون بالشطه بالملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، انا معلقتين الدقيق حطيت لهم شويه ميه وهدوبهم لغايه ايه ما يفكوا خالص. تمام يا حبايبي كده اتسبكت، وانا عملت الخلطه بتاعت الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده بالراحه نقلب. انا خففته بشويه ميه لانه كان تقيل قوي. ياخد غلوه كده اهو، واصبها في الطبق على طول، احطه على الطبق. لازم طبعا تكوني مظبطه ملحك كويس، ولو بتحبي حامي هتحطي له شويه شطه او فلفل. ياخد غلوه نطفي عليه. حبايبي كده بعد ما خلصته، بسم الله الرحمن الرحيم، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي خلاص. دول شويه البصل اللي كنا حمرناهم في الاول وشلناهم، اللي احنا خدناهم من نص البصله. خدنا نص البصله شايفين الفرن عامل فيه ايه؟ احنا ستات البيوت دول غلبانين والله، دايما مصابين. لو ما اكتفتش اتلدحت في ايدي اليمين، ورحت مكمله بايدي الشمال واتلدحت برضه. يا رب تكون عجبتكم. دي طريقه امي، الله يديها الصحه والعافيه، هي اللي معلمها لي، فانا بعمل بطريقتها. يلا بينا نقلي الباقي. نقلي بقيه الجمبري. دلوقتي يا حبيبي هنحضر الخلطه بتاعت دلوقتي يا حبيبي هنحضر الخلطه او الدقيق بتاع قلي الجمبري. هنا معايا شويه دقيق اهو، او كوبايه دقيق، معلقتين نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ملح وفلفل، ملح وكمون وبهارات وكاري، كركم ولا ايه، كركم معلش. هنخلطهم كلهم مع بعض. عملت الخلطه، هاخد من الجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. اصفيه واحطه في الخلطه واقلب. وبعد كده معلش الصوت ده صوت المواتير، سامعين؟ رجع تاني. بصوا حبايبي، انا حطيته في الصفايه دي، او صفيت بيها الدقيق، او زي ما نخلت بيها دي، نزلت الدقيق الزياده بيها. تمام. انا حاطه الزيت على النار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم.